طبعا احنا قلنا نتسلى بما ان المويس كل يوم الصبح المياه عاليه، بالليل المياه نازله، فطبعا ما فيش حاجه على الدور، فعشان كده قلنا نيجي نتسلى ايه بس. ده النص متر اللي احنا قايسينه ايه بعينك كده. طالعين النهارده نتسلى، اوريك النهارده الدور ده بيشتغل ازاي. طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين ومتابعيني في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. احنا النهارده هنعمل حاجه جديده في القناه، هتبقى باذن الله ليها مرجع لكل الصيادين. هتبقى نظام رحلات، عباره عن ان احنا هنطلع كل فتره رحله اكنك انت طالع معانا بالظبط. عاوزك تستمتع باجواء الرحله وتكتشف معانا اماكن جديده وادوار عشوائيه. لو انت من الصيادين اللي بيحبوا يغيروا جو ويستمتعوا معانا بالطريق والطبيعه، فانت في المكان الصح. النهارده طالعين مكان مفضل ليا بصراحه، ومعانا ضيف عزيز عليا شخصيا احنا في انتظاره. هو طلع من القاهره مخصوص وجاي يقضي معانا النهارده يوم. اتمنى اليوم يعجبه ويكون يوم مميز ليه. هنتحرك من العصر، هنتحرك العصر من الزقازيق، مجهزين كل حاجه، علف وريم وغله وكل حاجه هنستخدمها معانا في الرحله دي. تابعوا معانا وباذن الله هتستمتعوا بالرحله. انت هنا في قناه اسرار الصيد مع قبطان، اخوكم محمد سامي. ولو لسه ما اشتركتش في القناه فاشترك وفعل زر الجرس ودوس لايك يصلك كل جديد. تعال نشوف هنعمل ايه. مع قبطان. النهارده يوم جديد ورحله جديده، تعتبر اول رحله نعملها على القناه، وبرده رايحين ابو العرب. الرحله اللي فاتت ما كانتش كويسه، الحمد لله النهارده نستبشر خير. لسه واصلين وعارفين، ما بقالناش مثلا ربع ساعه. طبعا في ضيف جديد معانا هارون كمان شويه، بس هو بيستراح من الطريق. تابعوا معانا النهارده واتمنى يا رب نعمل حلقه كويسه. احنا النهارده نازلين نصطاد بالريمه، شغالين بعود 5 متر 40، اساسي 30، رمال 20، ومكنه صغيره 3000. تابعوا معانا ويا رب تتمتعوا معانا بالرحله. بتروح المحل تشتري ورقه ريمه زي دي بالظبط. اول ما تطلع على الميه هتروح جايب فوطه مبلوله زي دي، هتلف فيها الريمه. طول ما في فوطه والفوطه دي تبقى مبلوله، انت الطعم بتاعك كويس ما يبصش. طبعا ورقه الريمه ما بتتفتحش كده، للناس اللي اول مره تصطاد ريمه، ورقه الريمه ما بتتفتحش كده، ورقه الريمه بتتفتح كده، تبدا تظهر معاك الريمه اهي. تروح جاي واخد منها نسيله زي كده، تروح جاي دول طعمتين، تروح جاي مرجع الريمه في الفوط. ما ينفعش تسيب الريمه في الهواء ولا الشمس ولا القماشه دي تنشف. اهم حاجه القماشه ديت اللي هتحافظ على الطعم. زي ما انت ما بتجيب كده العلق بالليل لازم تحطه في التلاجة، لازم تحط الريمه في القماش. الريمه ايه هنفتحها 2 طلعوا تطعيمتين. شغالين النهارده بس النهارده 8 زي ما انتوا شايفين. دي تطعيمة الريم كده بالظبط اهي. طعم السن التاني
طبعا احنا بنصطاد فين بقى؟ احنا عارفين جنب الايه الهدله دي كده، في الجنب ده على الشمال هنا كده. احنا هنرمي قدام الهدله دي، السمك متجمع تحت الهدله دي. هنحط الغماز هنا، والغمازه يمشي 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 لحد الهدله اللي هناك دي. ده الطريق اللي احنا هنصطاد فيه. طبعا انت اول ما بترمي ما ينفعش تروح جاي رامي الريمه ورامي الريمه وعاملها كده. بص الريمه مش هتخلص، لا لازم تروح جاي بلل الريمه كده، وبعد كده تروح جاي ايه نازل بيها. طول ما الريمه اول ما الريمه تتبل تروح جاي غطس زي ما انتم شايفين. طبعا الغماز اهو ورق لاسانتا، انت بتصلب على الغماز بحيث ان الغماز ما يمشيش بمزاجه. احنا معانا غمزه دلوقتي على المباشرات. دي شريره صغيره اللي عماله تاكل دي. السمكه الكبيره تاخد الغماز وتمشي على طول. اول سمكه استفتاح. طبعا دي صغيره فهنرميها. وظيفتك على الميه ده الشرح العملي بقى. انت وظيفتك على الميه، الغماز ده ينزل هنا، اذا انه ماشي في الطريق اللي انت راسمه له. هتسيب نص متر من الشط، غمازك هيمشي في النص متر ده في خط مستقيم، وما يمشيش بمزاجه، لا انت اللي بتمشيه بحيث ان الميه ما تاخدوش جامد. لا انت ماشي واحده 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 واحده، وما يحس ان هو ما يقفش. يعني انت الغماز ماشي بمزاجك وما يقفش، انت كده هتصطاد ريم. طبعا انت بتبدا تمشي 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 لحد ما تعرف ان السمكه بتاكل في انهي مكان، وما انت كده علمت المكان ده. حتى لو السمكه ما كلتش هنرجع تاني وهنمشي في نفس المكان اللي اتغمزنا فيه، هنلاقي فيه السمكه. انا بقى في حاجه في دماغي عشان بالليل. بالليل انت بتصطاد كده برضه؟ ايه؟ بالليل انت بتصطاد كده؟ بالليل؟ بالليل انت مش بتصطاد كده. بقى صلي. بسم طبعا زي ما قلت لكم النهارده المفاجاه استاذ ميسره صاحب قناه قيمه وسناره شرفني النهارده. احنا النهارده زي ما انا قلت لكم قاعدين على ابو الاخضر في فاووس. هو الحمد لله مشوارها لكم يعني. بص الحمد لله. باين عليه. الحمد لله. لا مشوار حلو. مشوار جامد مشوار طبعا. حلو. مشوار جامد. شرف لينا طبعا النهارده ان هو شرفنا. شرف ليا. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اهلا بعودتك. عودة الحمد اليوتيوب لله. تاني. رجعت تاني باذن الله. وارجع بقوه ان شاء الله. باذن الله. تابعوا معانا وشوفوا النهارده هنقعد نعمل ايه. ان شاء الله لو في اي اكشن تابعوا مع استاذ محمد. دور هنا تمام. وعلى عارفين برضه دور هناك. كان في صلي اسمع المو يلا لسه بنتكلم ونقول مكان الحياه. لا ده خدها امي. كمان يا انكل. صلي. بسم الله. حلوة 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 حلوة. بسم الله ما شاء الله. عسل عسل عسل. حسب ده تقع تاني. لا لا ما تقلقش. تدريب عملي. احنا لسه احنا على الميه يعني. انا هوريك النهارده الدور ده بيشتغل ازاي. طبعا انت بتبدا
ترسم في مخيلتك كده طريق زي ما احنا قلت لك، هتسيب نص متر من الشط، هو الغماز هيمشي في النص متر ده. تمام. طب احنا هنحدد اول نقطه في الطريق ازاي؟ انت هتروح جاي حاطط الغماز كده زي ما انت شايف، بس ده النص متر اللي احنا قايسينه ايه بعينك كده. هتبدا توقف الغماز كده في النص متر، تمام. وبعد كده تبدا ايه تمشي الغماز واحده واحده زي ما انتم شايفين. طبعا معانا سمكه اهي، احنا هنا في سمكه غمزت معايا. طب هي هتكمل ولا مش هتكمل؟ الله اعلم. اهي معانا. طب افرض السمكه دي ما كملتش، هنكمل ماشي، في سمكه ثانيه هتاكل، يبقى احنا كده علمنا في سمكه هتاكل هنا، في سمكه هتاكل مكان الغماز مثلا. يبقى انت طول ما انت قاعد بتسرح هتيجي عند مكان ما السمكه غمزت قبل كده في الغمزه اللي فاتت، هتروح جاي موقف الغماز سن، بحيث ان السمكه تشوف الريمه تروح جايه طالعه ايه واخداها. وهكذا طول ما انت قاعد بقى ايه بتمسح المنطقه، تمشي غمازك يمين، تمشي غمازك شمال، تعلي سنه. لو انت شايف مثلا الميه كلها شر وعايز الريمه مثلا اول ما بتنزل الريمه السمك بيجي الشر بيجي يتلم عليها، فطول الغماز شويه واصطاد جوه شويه. العلف اعلف باستمرار زي ما الميه بتديك، انت زي ما الميه بتديك سمك انت اديها علف. يعني ايه كل نص ساعه لقيت السمكه ريحت اعلف. ليه بتعلف كل نص ساعه؟ ما العلف زي ما انت شايف كده العلف خلص، فالسمك هيمشي عشان تجمع السمك عليه. فانت لازم ترمي شويه علف السمك يتجمع، تبدا تصطاد منه. علف سمك ولا علف فراخ بقى؟ لا انا بعلف علف بادي وغله. طبعا زي ما انتم شايفين ان السمكه مكانها اتغير، الغمزه اتغيرت، ما غمزتش في الاول هنا ولا هنا، غمزه في الاخر اهي. يبقى احنا كده معانا في الدور ده 3 سمكات. انت وظيفتك طول ما انت قاعد بتلعب على ال3 سمكات دول لحد ما تجيبهم. وكل ما تجيب سمكه في سمكه تانية بتيجي مكانها. البحر مليان خير بس الواحد بيسعى. طول ما انت عارف صح. طبعا. طيب السن لريمه احنا شغالين ب8. 8. في غلطات حلوه اليومين دول. احنا طبعا في الموسم الريمه هنعمل حلقه مفصله عن صيد الريمه كمان شويه كده بجهز لها. بس هي مشكله صيد الريمه ان هو ياخد مجهود كتير في الشرح عشان اقدر اوصل لك المعلومه، فبياخد وقت في المونتاج. بس باذن الله هنزل حلقه لصيد الريمه. انت لو ما تعرفش اي حاجه في الريمه او لسه مبتدئ فالكلام هيفيدك وهخليك تصطاد ريمه. حتى لو انت محترف باذن الله هتلاقي معلومه عندنا ما سمعتهاش قبل كده ومعلومه هتفيدك. طب تماما كده يعني ريمه مكن وعده وخيط وسن ودور ولا؟ بص احنا في الاول في الاول هنصطاد بغابه رقعه. غابه رقعه خفيف. غابه رقعه. ليه غابه رقعه بقى؟ يعني ايه في الشرح في الحلقه بتاعت الريمه انا هشرح لك ليه غابه رقعه وليه بنصطاد بغابه رقعه والكلام ده. بس احنا النهارده قلنا ايه نطلع نتسلى على بحر ابو الاخضر كده، ايه الميه واقفه عندنا، فقلنا لعل وعسى يقع معانا غلطه ولا حاجه. بس هي الحمد لله لسه لحد الان ما جاتش، بس انا متاكد باذن الله في دخله المغرب هتيجي ان شاء الله. بحر ابو الاخضر. لو عملت لوج هنا هيتاخد وش صح؟ هتلاقي مصر كلها بتصطاد عليه. هنطول الوش شويه لعل وعسى ايه نجيب سمكه كبيره.
اتفضل. يلا على الهادي، يلا على الهادي. الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا قلنا نتسلى بما ان مويس كل يوم الصبح المية عالية، بالليل المية نازلة، فطبعا ما فيش حاجة على الدور، فعشان كده قلنا نيجي نتسلى ايه. شبر ابو ضغط. بس اللي بيلمع على البر ده في أمر. ايه؟ في ده بيبقى إيه أمر. صلي. شرب على بلاغ. حلوة. لا هات ما تنزلش. لا هات، مش ينفع تنزل اصلا، الشبارة هيشوفك هيمشي. لا عمي لا هترمي على الحرف خالص. ايوه بس تسلم ايدك. طبعا احنا بنالف دلوقتي عشان المغرب هيأذن، فاحنا لازم نثبت الشبار اللي احنا كنا بنصطاد عليه ده. اول ما جينا طبعا احنا علفنا الشبار اتجمع، وفي نص الصيد علفنا تاني. طبعا احنا جايين قبل المغرب بساعتين، فاحنا دلوقتي بنالف عشان اذان المغرب. السمك يدانه موجود والعلف يدانه موجود. لما الليل يليل هنبدا بقى نشتغل طعم شعريه، وباذن الله هوريكم هنشتغل ازاي. الشغل يا جماعة ده كله شغل ريم. ميسرة، افتح التلاجة بتاعتي، هتلاقي فيه غلة. تلج؟ غلة، كيس السودا فيها غلة. هات عشان نثبت الشبرتين دول تحت رجلينا هنا. عايز ايه بقى؟ كيسة سودا، كيسة جوه كيسة بيضة جوه كيسة سودا. ايوه. طبعا دي غلة هنعلف بيها مع العلف، وهنسيب الدور يهدى لحد ما نصلي المغرب ونرجع له تاني. زي ما انتم شايفين كده احنا بنعلف على البر خالص، بحيث بس ان السمك ايه يدنه واقف معانا ما يمشي. تمام. طبعا لو وصلت معانا لحد هنا، لو لسه ما اشتركتش في القناه فاشتركوا وفعل زر الجرس، واتمنى تكون الرحله عجبتكم. طبعا هنكمل بعد المغرب، هنشتغل بعلاقه شعريه، ومعايا مصران كده هجرب للقرموط لعل عسى يشتغل. سمكة قبل المغرب من غير ما تغمز، والله ما خدتش بالي اصلا هي وقعت.
يلا خير. طبعا زي ما انتم شايفين كده المغرب خلاص أذن والشمس بتغرب اهو، وبدأنا نجهز طبعا العلق زي ما انتم شايفين، وهنشتغل النهارده بسمسم. السمسم ده احنا عاملينه في البيت. امسك كده مسار التليفون ده. طبعا زي ما عودناكم ان احنا بنشتغل بالطعم الشعري، هو ده الطعم الشعري اللي هنشتغل بيه النهارده زي ما انتم شايفين، ومعانا سمسم كده. واحنا كده هنشتغل بالاتنين دول النهارده. تعالوا معانا المغرب هنصلي المغرب ونبدأ نقعد نصطاد ونوريكم هنعمل ايه. قدر الله ما شاء فعل. زي ما انتم شايفين حصل ظرف واضطرينا نلم ونروح. لو الحلقة عجبتك ما تنساش الاشتراك في القناة وتدوس لايك، واستنى رأيك في الكومنتات، ونتقابل في رحلة جديدة في قناة نصر رصيد مع قبطان.